كم مرة تراجعت خطواتك إلى الخلف بسبب كلمة عابرة من أحدهم؟ وكم مرة شعرت أن رأي الآخرين فيك أصبح هو حقيقتك؟ في جلسة نفسية اليوم سنتحدث عن السر الذي يجعل شخصيتك قوية، لا تهزها الكلمات ولا تحركها الانتقادات. المحور الأول، الخطوة الأولى لبناء شخصية قوية هي أن تدركي حقيقة نفسية هامة. كلام الناس غالبا لا يعكس حقيقتك أنت، بل يعكس عقليتهم ونقصهم هم. عندما ينتقدك شخص ما بشكل جارح، هو لا يصف عيوبك، بل يعرض عقدة النقص التي يعاني منها. عندما تفهمين هذه القاعدة، ستتوقفين عن أخذ الأمور بشكل شخصي. المحور الثاني، خطوات عملية للمواجهة الهادئة. إليك 3 قواعد ذهبية لتطبيقها من اليوم. أولاً، قاعدة الثواني ال5. عندما تسمعين تعليقاً مستفزاً، لا تجيبين فوراً. خذي نفساً ل5 ثواني. الصمت في هذه اللحظة يعطي انطباعاً بأنك فوق مستوى الكلام، ويسلب الطرف الآخر متعة استفزازك. ثانياً، افصلي بين رأي الشخص وقيمتك. قيمتك مستمدة من وعيك، عملك وأخلاقك، وليست خاضعة لتقييم يومي من أشخاص قد يغيرون رأيهم فيك بناء على مزاجهم الشخصي. ثالثاً، ركزي على طاقتك. الشخصية القوية لا تضيع وقتها في تبرير تصرفاتها للجميع. طاقتك ثمينة، واجعليها موجهة لتطوير نفسك وتحقيق أهدافك فقط. تذكري دائما أنت لست مجبرة على خوض كل معركة تفرض عليك، والانسحاب الذكي من النقاشات الفارغة هو قمة القوة. شاركيني في التعليقات ما هي أكثر صفة ترين أنها تصنع الشخصية القوية، ولا تنسي الاشتراك في قناتنا جلسة نفسية لنستمر معا في هذه الرحلة.